السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، النهاردة عندنا درسنا الأول في الوحدة الأخيرة. احنا كده في الوحدة الأخيرة. الوحدة الأخيرة كام درس عن المعتزل؟ الوحدة الأخيرة 3 دروس. أنا النهاردة في أول درس، فاضل لك معايا فيديوهين في شرح المنهج. نبدأ المراجعة والتجهيز لها بشكل كبير جدا. فلو أنت أول مرة تتفرج علينا، ما تنساش تعملنا باللايك وتشترك في القناة، صلي على النبي في الكومنتات، تشارك أصحابك الفيديو. بص تدي الناس درسنا بنتكلم فيه الاستعمار الأوروبي في قارة أفريقيا. هنتكلم في الدرس ده اللي جابهم وجايين ليه وعملوا فينا إيه. هنشوف أول حاجة، تعال بينا. اتجهت الدول الأوروبية نحو أفريقيا لاستعمارها وتكوين إمبراطورية، يعني يسرقونا ويقلبونا، تمام، ويحتلونا. مراحل الاستعمار قال لك بدأت بمرحلتين، هما مرحلتين. المرحلة الأولى كانت في القرن ال 15. عشان إيه؟ عشان كشوف جغرافية. قال لك هو مرت بإيه؟ بمرحلتين. المرحلة الأولى ديت يعني، تمام، حركة الكشوف الجغرافية كانت في القرن الكام؟ في القرن ال 15. يبقى تاني، المرحلة الأولى ارتبط فيها الاستعمار بحركة الكشوف الجغرافية لقارة أفريقيا، وبدأت في القرن الكام يا عم الحاج؟ بدأت في القرن ال 15. طيب يا عم معتز، ايه اللي حصل تاني؟ المرحله الثانيه، ودي بدات بيها يا عم معتز. قال لك بدات بيه الثوره الصناعيه. بدات بيها مستر معتز، قال لك اهو بدات بالثوره الصناعيه. يبقى ركز معايا في الحته دي اكمل. المرحله الاولى كشوف جغرافيه، المرحله الثانيه ثوره صناعيه. طيب بدات في الثوره الصناعيه بدوله ايه؟ دوله بريطانيا. امتى يا عم معتز؟ منتصف القرن ال 18. وبعد كده الثوره الصناعيه انتشرت في جميع دول اوروبا. وبعد كده ايه اللي حصل؟ تحولت قاره اوروبا من الزراعه الى الصناعه. كمان اعتمدت على الالات الحديثه. عيد معايا بسرعه: مرحله اولى كشوف جغرافيه قرن 15، مرحله ثانيه ثوره صناعيه عملتها بريطانيا منتصف القرن ال 18. النتائج المترتبه على الثوره الصناعيه: تحولت اوروبا من الزراعه للصناعه. اتنين كمان يا باشا، التوسع والاعتماد على الالات الحديثه. الحاجات دي اللي خلت اوروبا تحول من الزراعه للصناعه والاعتماد على الالات الحديثه. قال لك ساهم ذلك في ايه؟ قال لك ساهم مما ساهم فيه زياده الانتاج بشكل يفوق احتياجات الدوله. تاني يا باشا، زياده الانتاج بشكل يفوق احتياجات الدولة. اتنين، تضخيم الثروات ورؤوس الأموال. اتنين، تضخيم الثروات ورؤوس الأموال. يبقى زيادة الإنتاج بشكل يحقق احتياجات الدولة، تضخيم رؤوس الأموال والثروات. فيما يلي عندي يعني توسعت أوروبا ليشمل معظم القارة الأفريقية. عاوزين يبيعوا وعاوزين يختنوا أكتر وأكتر وأكتر. قبل ما أكمل أي كلام، فأنا عندي هنا تعريفين لازم نحفظهم مهمين. واحد بيقول لي يعني ايه استعمار، والتاني بيقول لي ثوره صناعيه. استعمار يعني سيطره دوله على اخرى سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا لنهب خيراتها الطبيعيه واستغلال اراضيها وشعبها. تاني، الاستعمار سيطره دوله على اخرى سياسيا واقتصاديا وعسكريا لنهب ثرواتها الطبيعيه واستغلال اراضيها وشعبها. طيب الثوره الصناعيه يعني ايه؟ تحولات علميه واقتصاديه واجتماعيه كبيره. ليه يا باشا؟ نتيجه اكتشاف الاله البخاريه. تاني يا باشا، تحولات علميه واقتصاديه واجتماعيه كبرى نتيجه اكتشاف الآلة البخارية. طب ايه تاني يا عم معتز عندنا بعد ديت؟ تعالى يا باشا نشوف اسباب الاستعمار. اسباب الاستعمار 8 اسباب. اسباب الاستعمار 8 اسباب. واحد يا باشا، هتكون قال لك الاول تسوقت الدول الاستعماريه، يعني كله بيتصارع عشان ايه؟ يحتل الدول الافريقيه. المواد الخام اول حاجه، يعني الاسباب المواد الخام هيبقى البحث عن المواد الخام، معادن ومطاط وقطن. خلي بالك من دي تيجي اكمل بما تفسر لتشغيل مصانع اوروبا. يبقى رقم واحد هيبقى البحث عن المواد الخام والمعادن والقطن والمطاط بما تفسر لتشغيل المصانع في اوروبا. اتنين، فتح اسواق جديده. ليه يا ابني؟ لتصريف فائض الانتاج الصناعي. ثلاثة، هتبقى ايه يا عم معتز؟ استثمار رؤوس الاموال بحثا عن فرص استثماريه جديده لزياده ارباح وثروات الدول الاوروبيه. يبقى واحد اتنين تلاته، البحث عن المواد الخام، معادن وقطن ومطاط بما تفسر لتشغيل المصانع في اوروبا. اتنين، فتح اسواق جديده تفسر لتصريف فائض الانتاج الصناعي. ثلاثه، استثمار رؤوس الاموال بحثا عن فرص استثماريه جديده زياده ارباح وثروات الدول الاوروبيه.
كمان ايه يا عم معتز؟ حل مشكلات الزياده السكانيه في الدول التي تضاعف فيها عدد السكان. يعني زاد الدول اللي بيتضاعف فيها عدد السكان بينتج عنها ايه؟ انتشار البطاله. مين يا باشا؟ فمثلا احتلال الانجليز لجنوب افريقيا، او هجره الانجليز لجنوب افريقيا، وهجره الفرنسيين لشمال وغرب ووسط افريقيا. يبقى دي هنقول له ايه؟ تضاعفها الاول. لا، حل مشكله الزياده السكانيه من خلال تهجير السكان في بعض الدول الاوروبيه التي تضاعف فيها عدد السكان، تمام، وتشرب فيها البطاله. فمثلا هجره بعض الانجليز لجنوب افريقيا، وهجره بعض الفرنسيين لشمال وغرب ووسط افريقيا. ده ايه الجمال ده يا باشا؟ الرغبه، خلي بالك بقى عشان هنا في اكمل برضه. الرغبه في تحقيق امجاد قوميه، حيث اتجهت بعض الدول كايطاليا والمانيا لاستعمار مناطق في افريقيا ليكون لها مجدا وقوه مثل انجلترا. مين الدول اللي عملت مجد وقوه؟ انجلترا وفرنسا. مين اللي عاوزين يقلدوهم؟ ايطاليا والمانيا. يبقى هنا يا باشا نقول له ايه؟ الرغبه في تحقيق امجاد قوميه، حيث اتجهت بعض الدول الاوروبيه كايطاليا وألمانيا لاستعمار بعض المناطق في أفريقيا. ليه؟ لتكوين مجدا وقوة مثل إنجلترا وفرنسا. إيه كمان يا باشا؟ دي خلي بالك منها عشان دي سؤال هيجي لنا دلوقتي. بما تفسر إقامة قواعد عسكرية في المواقع الجغرافية المهمة. بما تفسر هتقول له حماية الدول الاستعمارية مصالحها ومستعمراتها. مركز معايا، حماية الدول الاستعمارية مصالحها ومستعمراتها. اتنين، تأمين طرق تجارتها. اتنين، تأمين طرق تجارتها. يبقى بما تفسر أسباب التوسع الأوروبي في أفريقيا. واحد، البحث عن مواد خام، معادن قطن مطاط بما تفسر لتشغيل المناجم. اتنين، فتح أسواق جديدة بما تفسر لتصريف فائض الإنتاج الصناعي. ثلاثة، استثمار رؤوس الأموال بحثا عن فرص استثمارية جديدة وزيادة أرباح وثروات الدول الأوروبية. ثلاثة، حل بعض مشكلات الزيادة السكانية من خلال تهجير بعض السكان في الدول التي تضاعف عدد السكان فيها وانتشر فيها البطالة، مثل هجرة الإنجليز لجنوب أفريقيا وهجرة الفرنسيين لشمال وغرب ووسط أفريقيا. كمان يا باشا الرغبة في تحقيق أمجاد قومية، حيث اتجهت بعض دول أفريقيا أوروبا ليه؟ كإيطاليا وألمانيا لاستعمار بعض المناطق في أفريقيا وتكوين لها مجدا وقوة. إنجلترا وفرنسا. آخر واحدة إقامة علاقات، لا معلش، إقامة قواعد عسكرية في المواقع الجغرافية المهمة بما تفسر بهدف حماية الدول الأوروبية مصالحها ومستعمراتها، تأمين طرق إيه؟ تجارتها. طيب يا عم معتز، أساليب الدول الأوروبية. أساليب الدول الأوروبية برضه ثمانية. هيعملوا إيه يا باشا عشان يستعمروك؟ قال لك اتبعت الدول الأوروبية مجموعة متنوعة من الأساليب، أبرزها 8 نقط يا باشا: خداع سياسي. اتنين، استغلال شعارات إنسانية. ثلاثة، ترسيخ فكرة التفوق الأوروبي. أربعة، نشاط تجاري. خمسة، سياسة الاقتراض. تعال نكمل بقيه سؤال سياسه الاقتراض يا باشا. تمام، في لسه الامتيازات الاجنبيه، في لسه الغزو الثقافي. كده انا إيه احنا قلنا الامتيازات الاجنبيه دي سته، الغزو الثقافي دي سبعه، الاحتلال العسكري دي ثمانيه اللي هم في الصفحه الثانيه. يبقى تاني هيكون خداع سياسي، استغلال شعارات انسانيه، ترسيخ فكره التفوق الاوروبي، النشاط التجاري، سياسه الاقتراض، الامتيازات الاجنبيه، الغزو الثقافي، واخر واحده الاحتلال العسكري. ابدا يا باشا، ولازم تحفظ الاحمر مع الاسمر، لان الاسمر بيجي يكتب ما تشير فلازم تكتب له هنا، يجي بقى تفسر فلازم تكتب له الاسمر. لازم نحفظه كله على بعضه. فالحد من المشكلات هنبدا يلا. الخداع السياسي هنقول له حيث قامت الدول الاوروبيه اللي هي الدول الاستعماريه باستماله، يعني خداع يعني اشتغالتها باستماله بعض زعماء القاره الافريقيه عن طريق توقيع معاهدات واتفاقيات. ليه؟ قال لك بزعم، يعني بيقولوا لهم يعني بزعم حمايه اراضيهم، ثم ادعت فيما بعد امتلاكها لهذه الاراضي وفرض السيطره عليها. يبقى الخداع السياسي هنقول له يا باشا حيث قامت الدول الاستعماريه باستماله زعماء القاره الافريقيه عن طريق توقيع اتفاقيات ومعاهدات. ليه؟ قال لك بزعم حمايه اراضيهم، ثم ادعت فيما بعد ملكيه هذه الاراضي وفرض السيطره عليها. تاني الخداع السياسي نقول له حيث قامت الدول الاستعمارية باستمالة بعض زعماء القارة الأفريقية عن طريق توقيع الاتفاقيات والمعاهدات،
بزعم حماية أراضيهم، ثم ادعت فيما بعد ملكية الأراضي وفرض السيطرة عليهم. 2. باستغلال الشعارات الإنسانية مثل احتلال بريطانيا لزنجبار، دعوى مكافحة تجارة الرقيق. 2. باستغلال شعارات الإنسانية مثل احتلال بريطانيا لزنجبار، دعوى مكافحة تجارة الرقيق. ماشي. 3. ترسيخ فكرة التفوق الأوروبي من خلال إقناع الشعوب الأفريقية بأهمية الاستعمار. ليه؟ بحجة الحضارة، نقل الحضارة الأوروبية. تاني، ترسيخ فكرة التفوق الأوروبي لإقناع الشعوب الأفريقية بأهمية الاستعمار بحجة نقل الحضارة الأوروبية لأفريقيا. 4. النشاط التجاري عن طريق استخدام الشركات التجارية والمصالح لتسهيل السيطرة الاقتصادية على الدول الأفريقية. ليه؟ بهدف استعمارها. تاني، النشاط التجاري عن طريق استخدام الشركات التجارية والمصارف. ليه؟ لتسهيل السيطرة الاقتصادية على الدول الأفريقية. ليه؟ بهدف استعمارها. سياسة الاقتراض من أعطت، يعني الدول الاستعمارية أعطت الدول الأفريقية قروضا بفوائد مرتفعة، من نتائج تراكم الديون عليها. 2. فرض الدول الدائنة الرقابة المالية. 3. تدخل العسكري بحجة ضمان تسديد الديون. يبقى ادولهم قرض دي فلوس سلف يعني، والفلوس السلف دي يا باشا بيحطوا عليها فوائد، ادولهم فوائد كبيره، فهم مش قادرين ايه يسددوا، فدي تراكم الديون. اصحاب الفلوس عايزينها، فبيتدخلوا ويفرضوا الرقابه الماليه على الدول ديت. مش عارفين يسددوا، قال لك خلاص هنحتلكم لغايه ما تسددوا الايه الفلوس اللي عليهم، واحنا ما بنسددش لان هم مش عاوزينك تسدد. الامتيازات الاجنبيه، هنقول له يا باشا عن طريق منح الجاليات دول اللي هم الناس الاجانب اللي عايشين في بلادنا، فدي اسمها جاليه اوروبيه. امتيازات مكنتهم من التدخل في شؤون الدول الافريقيه والسيطره عليها. بالامتيازات الاجنبيه هنقول له ايه؟ عن طريق منح يا عم معتز الجاليات الاوروبيه الامتيازات مكنتها من التدخل في شؤون القاره الافريقيه والسيطره عليها. 7. الغزو الثقافي، حيث تم استخدام الثقافة كوسيلة للسيطرة من خلال إنشاء المدارس ونشر لغة المستعمر وجعلها اللغة الرسمية كما فعلت فرنسا في الجزائر. يبقى الغزو الثقافي رقم 7 هيبقى حيث استخدمت الثقافة كوسيلة للسيطرة على الشعوب من خلال إيه يا باشا؟ إنشاء مدارس، نشر لغة المستعمر، جعلها اللغة الرسمية للدولة كما فعلت فرنسا فين؟ في الجزائر. آخر واحدة يا باشا هنقول له الاحتلال العسكري من خلال ارسال قوات عسكريه لاحتلال دوله ما، اي دوله يعني، دوله ما يعني اي دوله، على الرغم من مقاومه شعبها. تمام. مثل احتلال بريطانيا لمصر 1882، وهنتكلم عن احتلال مصر ده الدرس اللي جاي. طيب يبقى انا دلوقتي عندي 8 اساليب اتبعوهم، يا اما حد، يا اما ثروه صناعيه، يعني عندنا 8 نقط خلي بالك منهم. تمام. خداع سياسي، احتلال عسكري، غزو ثقافي، امتيازات اجنبيه، انت واخد بالك، سياسه قروض، إيه نشر دعوه للتطور، عندك كل الاساليب يعني انا عاوز اقول لك ان هم اتبعوا كل الاساليب، يعني لو دول ما نفعوش هيخترعوا لهم حاجه تانيه، لو دول ما نفعوش هيخترعوا لهم حاجات تانيه. فلازم أن تخلي بالك من الثمان نقط دول. طب سياسه الاستعمار في دول افريقيا، قال لك يا باشا ادعت، يعني هيعملوا ايه؟ ادعوا، يعني بيقولوا ان هم جايين عشان يطوروا دول افريقيا ويخلوها دول متقدمه واغنياء. طبعا هو مش جاي كده، هو جاي لو هي متقدمه يخليها متخلفه، لو هي غنيه يخليها فقيره، كده عشان هو يفضل موجود. قال لك إيه يا باشا؟ ادعت الدول الاستعماريه انها احتلت افريقيا. ليه يا حلو جاي ليه؟ قول يا حلو، قول ايه يا حلو، قول لنشر الحضاره والتقدم، ولا رفع مستوى المعيشه لسكانها، الا انها تبع السياسه هدفت الى ايه؟ هم من الاخر جايين يعملوا ايه؟ واحد، تقويه سيطرتهم على القاره الافريقيه، هم عشان يبقوا اقوياء على القاره الافريقيه. اتنين يا باشا، تحقيق الرفاهيه والتقدم لشعوبهم الاوروبيه، مش احنا خالص، يعني عكس اللي هم بيقولوه فوق، هم بيقولوا احنا جايين نطوركم وهم جايين يطوروا نفسهم، احنا جايين نخليكم اغنياء عشان هم يبقوا اللي اغنياء مش احنا. يبقى تقويه سيطرتهم على الدول الافريقيه، تحقيق الرفاهيه والتقدم للشعوب الاوروبيه. 3. اضعاف الشعوب الافريقيه واستغلال مواردها. 3. اضعاف الشعوب الافريقيه واستغلال مواردها. يبقى 1 2 3 نقول له تقويه سيطرتها على الدول الافريقيه،
تحقيق الرفاهية والتقدم للشعوب الأوروبية، إضعاف الشعوب الأفريقية واستغلال مواردها. يبقى اتبعت أو ادعت الدول الأوروبية الاستعمارية أنها احتلت أفريقيا لنشر الحضارة والتقدم، لرفع مستوى معيشتهم سكانها، واتباع سياسة تانية خالص اللي هي تقوية سيطرتها على الدول الأفريقية، تحقيق الرفاهية والتقدم للشعوب الأفريقية، كمان إضعاف الشعوب الأفريقية واستغلال مواردها. طيب تحقق ذلك ولا ما تحققش؟ تحقق يا باشا. اللي هم جايين عاوزين يعملوه عملوه. الحد من الحريات يعني إيه؟ هيمنعوا سكان البلاد من إن هم يشتركوا في حكم بلادهم. يبقى الحد من الحريات عن طريق منع الشعوب الافريقيه من ممارسه حقوقهم السياسيه مثل حق المشاركه في الحكم. يبقى اول حاجه عملوها الحد من الحريات عن طريق امن الوطن، منع الشعوب الافريقيه من ممارسه حقوقهم السياسيه مثل حق يا باشا المشاركه في الحكم. اثنين، قمع الحركات الوطنيه التي تعارض سياسه المستعمر. اي حد هيفكر يقاوم المستعمر المحتل يعني عن طريق هنعمل معاه ايه؟ هنعتقله زعماء الحركات الوطنيه او هننفيهم خارج البلاد، مثل ما فعلوا مع سعد زغلول، ده زعيم مصري، وكوامي نكرومه في نكرومه في غانا. يبقى تاني هتبقى قمع الحريات التي تعارض سياسه المستعمر عن طريق اعتقال زعماء الحركات الوطنيه او نفيهم خارج البلاد، مثل ما فعلت مع الزعيم المصري سعد زغلول والزعيم الغاني كواني نكرومه، والحد من الحريات. طيب رقم ثلاثة، اتباع سياسة فرق تسد. ايه؟ يعني يوقعوا ما بين الدول الافريقيه، وكمان شويه هيوقعوا ما بين الدول ونفسها يعني السكان الشعوب. فاول حاجه تمزيق الوحده بين شعوب افريقيا. اثنين، تسهيل السيطره على قاره افريقيا واحتلالها. يبقى اتبعوا سياسه فرق تسد ليه؟ تمزيق الوحده بين شعوب افريقيا، تسهيل السيطره على قاره افريقيا واحتلالها. كمان يا باشا وقد اتبعت الدول الاستعماريه نفس السياسه داخل الدوله. يعني ايه؟ يعني وقعت ما بين الدول وبعضها، زي مثلا ايه؟ اما حاولوا يوقعوا ما بين المسلمين والمسيحيين في مصر لكن ما عرفوش. لكن نجحوا في العراق مثلا ان هو يوقعوا ما بين السنه والشيعه، فهي دي فرق تسد. طول ما في خلافات جوه البلد هم قاعدين. يبقى ايه؟ قد اتبعت الدول الاستعماريه نفس السياسه داخل الدوله الواحده، وذلك من خلال ايه يا باشا؟ بس الخلافات بين السكان لاضعاف روح المقاومه. يبقى واحد اثنين ثلاثه هتقول له تمزيق الوحده بين شعوب افريقيا، تسهيل السيطره على قاره افريقيا واحتلالها، وقد اتبعت الدول الاستعماريه نفس الايه؟ السياسه داخل الدوله الواحده، وذلك من خلال بس الخلافات بين السكان لاضعاف روح المقاومة. رقم أربعة، التميز العنصري، حيث كان السكان الأفارقة محرومين من الحقوق التي يتمتع بها الأوروبيين المستعمرين، مما جعلهم يشعرون بأنهم غرباء في أوطانهم. رقم أربعة، التميز العنصري، قال لك ده يا باشا حيث كانت الشعوب الأفريقية محرومين من حقوقهم التي يتمتع بها الأوروبيين، مما جعلهم يشعرون أنهم غرباء في أوطانهم. خمسة، محاولة تدمير الهوية الوطنية. خمسة، محاولة تدمير الهوية الوطنيه، وده من خلال يا باشا اجبار الشعوب الافريقيه على التبعيه لها في جميع المجالات. ودي يا باشا خمسه، محاوله تدمير الهويه الوطنيه، ودي من خلال اجبار الشعوب الافريقيه على التبعيه لها في جميع المجالات. يبقى حل من الحريات، قمع الحركات الوطنيه التي تعارض سياسه المستعمر، اتباع سياسه فرق تسد، التميز العنصري، محاوله تدمير الهويه الوطنيه. اخر سؤال عندنا، اخر حاجه، تاثير الاستعمار. قبل ما اتكلم عن اي حاجه، السطر اللي قدامك ده يجي لك صح وغلط في الامتحان. هيجي يقول لك ما زالت الشعوب الافريقيه تعاني من الاثار الاستعمار حتى الان. تمام؟ هتبقى صح ولا غلط؟ كده تبقى صح. عملوا ايه يا باشا؟ سرقونا وقلبونا. نهب الاثار التاريخيه والتحف والمخطوطات والوثائق. نهب الاثار التاريخيه والتحف والمخطوطات والوثائق. يعني وهم ماشيين من مصر مثلا او من فرنسا او من اي بلد، من انجاز اي بلد، بياخدوا منها اثار، بياخدوا منها حاجات كتير. يعني فرنسا لوحدها عملت متحف في فرنسا، متحف اللوفر كله اثار مصريه مسروقه من عندنا. يبقى نقول له واحد ايه يا باشا؟ نهب الاثار التاريخيه والتحف والمخطوطات والوثائق والتي تربط بتراث الشعوب الافريقيه ونقلها الى متاحف ومؤسسات الدول الاستعماريه. اتنين يا باشا، تمركز القواعد العسكريه الاجنبيه في مواقع استراتيجيه سواء بريه وبحريه. يعني لو مشوا مثلا من مصر بيسيبوا قوات ليهم في المناطق المهمه زي قناه السويس، زي مدخل البحر الاحمر، مدخل البحر المتوسط كده. تمام؟ يبقى تميز القواعد العسكريه الاجنبيه في مواقع استراتيجيه بريه وبحريه. رقم ثلاثه، معاناه شعوب الافريقيه من الفقر والديون.
بما تفسر بسبب استغلال ثروات الطبيعية للقارة، خلت الشعوب الأفريقية تعاني من نقط ونقط من الفقر والديون. ده بما تفسر بسبب استنزاف الثروات الطبيعية للقارة. الرقم 4، النزاعات والصراعات بين الدول الافريقيه. بما تفسر يا باشا، هتقوله بسبب تقسيم القاره واعاده رسم الحدود الافريقيه لاضعافها سياسيا واقتصاديا. بسبب يا باشا تقسيم القاره الافريقيه واعاده رسم الحدود الافريقيه ولاضعافها سياسيا واقتصاديا. 5، تحويل معظم القاره الافريقيه لسوق استهلاكي لمنتجات المستعمر، من نتائج اضعاف الاقتصاد المحلي للقاره. اخر حاجه هنقولها، نهب الثروات، نهب الاثار التاريخيه والمخطوطات والوثائق، تمركز في القواعد العسكريه الاجنبيه، معاناه معظم الشعوب الافريقيه في الفقر والديون، النزاعات السياسيه بين الدول الافريقيه، تحويل معظم الدول الى سوق استهلاكي. بكده نكون وصلنا لنهايه درس النهارده. فلو انت اول مره تتفرج علينا تشجعنا باللايك والاشتراك في القناه، صلي على النبي في الكومنتات، شارك اصحابك الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.